بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيت درس في 17 للدروس من شرح متن ابن عاشر رحمه الله. الدرس عندنا الدرس رقم 16 سي البيت 106 الميذ 110 نشرح شروط أداء الصلاة. شرطها الاستقبال طهر الخبث، يعني نهضرت في شروط الأداء. سي البيت رقم 106 الميذ البيت رقم 110. من بعد ذا نشرح شروط وجوب الصلاة وسننها. نبدا سي البيت 111 الميذ البيت 124. السامي رضا ربي سبحانه مع الدرس رقم 17 أدى المسلاي في مندوبات الصلاة. مندوبات الصلاة سي البيت 125 المذ البيت 135. يناد مثلا ذي البيت 125 مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام. أشو يقصد؟ يعني تيامن مع السلام، يعني التيامن بالسلام. يون مرا يسلم ما يفصل الظليث أديني السلام عليكم أذي والي، يعني الجاثة يفوست ماشي الجاثة تصل. وهذا على سبيل الندب مندوب. وذا تأمين من صلى عدا جهر الإمام. شو المعنى يس؟ يعني ما ديني الإمام ولا الضالين المأمومون أدينين آمين وكذا مندوب. ذا في البيت 126 ناد وقول ربنا لك الحمد عدا، يعني ما دين الإمام سمع الله لمن حمده. انت ذنك ناس يرن ديني ربنا لك الحمد ثلاث صيغة أديني ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، نغد اللهم ربنا ولك الحمد لك الحمد. يعني في كذا الصيغ جائزة. وسي قرب ما كنا ويضرنوا ناس صغرصن ولا قرب ما ديرنوا ذاك يقلان ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد يفدس اللهم. وقيل وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، يعني من أمام على يقصد الإمام. والقنوت في الصبح بدا. القنوت في صلاة الصبح تتولم دائما في مذهب المالكية. الأئمة دائما للصلوات قارن القنوت سرا. الإمام أثديني سرا والمأموم أثديني سرا. في البيت مثلا 127 إلى دريد وتسبيح السجود والركوع، يعني ما نوض الركوع أديني سبحان ربي العظيم. ميلا ذي السجود أديني سبحان ربي الأعلى. إن السدل يد تكبيره مع الشروع. السدل يعني إرسال اليدين، ويوم يقارن السدل يقول ما يزال بالقبضة ذي خدمك فوسي فوس ظلمة وقيل سميس القبض وقيل من السنة. وذا يقول ما يسرح فاسنيس بالسدل. هذا مندوب في المالكية. بالعكس يقول لك القبض خاصة في الفرائض مكروه حكمه حكم الكراهة، ولكن الحمد لله الدين يوسع. لذلك كان يغاون وسيث مثلا ذي ثمورة الجزائر مرة بلا استثناء روح عند تبغيض ياكل غاشي تظلن بالسدل، يعني فسن صبن أكا ياكل جزائر أكو وقد يشفان ذي الزيكا ياكل أكيد لا. ولكن ثورة ميلا سوالي مدن تظلن هكا وكذا غيجوز. ذي البيت 132 ند نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي.
شو المعنى يقصد يعني باختصار في قراءة المأموم في الصلاة السرية، بمعنى ما إلا نزول صلاة الظهر مثلا خلف الإمام، طبعا ما إلا واحد سيفان هذه غير ما إلا واحد الصلاة الفذ أو المنفرد طبعا يقرأ سواء في الجهرية أو في السرية. أما يزول الصباح، أما الظهر، أما العصر، أما المغرب، أما العشاء، أدي غير سورة الفاتحة. ما كنا نشرح في كلتني عدان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبينا مقاصد هذا الحديث كما تعلمون. نظر ما إلا يزول ذفيرن الشيخ ما الصلاة الجهرية، أمثال مثلا يزول الشيخ المغرب الركعة مزورثي السنات ولا قارب لدم الشيخ هذه قارب تاني قارب صفت سوار ذاك يروح الخشوع ورسفهمض ورفهم ضيمانيك خاطر إلا الصوت الإمام إيش تصغر وحدك؟ لا، إلا قال المطلوب هو الإنصات، أتسمح صدي الإمام خاطر يقارد ذي الركعات الجهرية. ولكن ذي الصلوات ذي الركعات السرية ذاكي أدغرض يعني بدي نصبهما قراءة المأموم في سرية. المعنيس ذي الصلاة السرية المأموم يقرأ ولا يسمع، لأنه ليس هناك صوت يسمع، قرآن يسمع. ذي البيت 134 إن تطويله صبحا وظهرا صورتين، يهضر التطويل والتقصير وكذلك يهضر ذا القصر ويهضر ذا في التوسط. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث التي خرجها الإمام مالك في الحديث رقم 168 وما بعده، في الحديث رقم 168 وما بعده في موطأ الإمام مالك إمسلاي غيد في مسالتك بالذات في كوال توالي من الشيخ طويلا في كوال تلمست في كوال أكا كان شوط القراية كان خلاص. ذا شو دينا ذاك ديال البيت 134 إن من المندوب من الندب، وهذا أمر ليس واجبا، هذا أمر مندوب. الإمام نغ المأموم يطيل في صلاتي الصبح والظهر، يعني مرة دي غر القرآن دي طهارك دي الصباح ودي طهور أذي طول أدي غراطاس ما ديني غطاس ماشي شرط دي غير سورة البقرة، أنا غادي غير 3-4 الحزاب خاطي. وقالتني غير ما دي صلاة القيام، صلاة القيام قيام الليل يلها بد ما دي طول. النبي عليه الصلاة والسلام من يكونش تظلي في كيفن يعني في الظل يعني كسعنا جردام قرآن أم قيام الليل بعد المكتوبات بعد المفروضات بعد الصلوات المفروضة 5 أنت تظلي دياسم دي لاجر مقرن تظلي القيام صلاة القيام قيام الليل بنادم يظل يمانيس يطول في يمانيس. ولكن من الندب الإطالة في القراءة في صلاتي الصبح والظهر. لذلك تلاحظون مثلا صلاة الصبح الإمام مادي قارس طويل، ذا غدي صلاة الظهر يستطول، ما كان صلاة الصبح يستطول ولكن أقل من صلاة الصبح. عندي خدم يتقصر يعني شوية كان القراءة ذي العصر أو ذي المغرب، ذي العصر أو ذي صلاة المغرب سنزول لايقي. عندي خدم ثلمس توسط وريس طويل وريس غوال تلمس في صلاة العشاء، صلاة العشاء أي دني غاكا ويجيوك ذي المندوبات من ولا الاستثناء وقد حصل الاستثناء
من النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ ذلك في الأحاديث التي خرجها الإمام مالك في ديوانه في الموطأ في الحديث رقم 168 وما بعده. المعنى إلا واندا النبي صلى الله عليه وسلم يتخالف ينوم السلام أي غير باش يوكد بلي وقيد المندوب ماشي ذا الفرض خاطئ ثيكوال يطول أندولا قارد يطول يتقصر أندينا قاد يقصر ثقي ثبت في الحديث 168 وما بعده في موطأ الإمام مالك. إن تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين. وقيل بيت 134. تطويله صبحا وظهرا سورتين، يعني استطول ذي الطهور ذي الصبح أو ذي الطهور. التوسط ثلمس ذي صلاة العشاء، وقصر الباقيين يعني ودي قرار نطاس ديال الباقيين وانت دي فذير انا ذانت مادام يهضر في الصبح هاكو الطهور يفذر ديال العشاء، الباقيين يدي يقول العصر أكذ المغرب. وطبعا تجي الصياغة متقنة لهذا المتن بطريقة معتصرة مختصرة. هذا هو البيت 134. في البيت الأخير 135 كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. دقيق المندوبات ثورة أنت نشرح يوث ما دين المندوبات. المعنى يسولي ثنتي خذما يسعى لجر ونث نخذي مالا وريسعى دنوب. الندب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ذواقي إذا المندوب لو كان الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا الواجب وين يخذ من يسعى على جر ونث نخذي مالا هذه تعاقب غيسعى الذنوب. وكذلك كل الحكم ذا شو المعنى، ولكن الحكم الندب هذا هو حكمه كما سمعتم. المندوبات زوير يوث كل أبيات ندننا ذكرنا بعض الأبيات سورة نشرح يوث. المندوبة مزوار التيامن بالسلام. المقصود بالتيامن في السلام يعني سلام المصلي إلى جهة اليمين. يا أخي تظلث تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. تظلث تفذو تكبيرة الإحرام أما كنا نشرح فيما سبق وين عدان النهاية ينس التسليم أدفع بدل مسير الظلث بالتسليم. التيامن بالسلام المراد بهذا الندب بهذا المندوب هو أن يسلم المصلي إلى جهة اليمين يعني فيفوس هذه السلم الجهة يفوس. 2 قول آمين شرحناه في المتن سورة نفك تفاصيل. قول آمين متى نقول آمين؟ إثر قراءة سورة الفاتحة أو عقب قراءة سورة الفاتحة عقب إتمام سورة الفاتحة. عفوا. في حق المنفرد سرا وجهرا. الفذ ما يظل وحدث الدين يمين بدي كان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا مندوب
ليس واجبا باش أمذان ديني آمين في حق المنفرد الفذ سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. في حق المأموم في السر ما إلا ذا المأموم خاطر ما دين ذا المأموم معناه الزول ذفير الإمام هكا ذا كيف المأموم ذفير الإمام إلى قد يغار ذي الركعات السرية ثور ديال المغرب ركعة مزور في السنة هذه غير كان الإمام إذا قلنا كنا نسمحس ولكن ركعتين قالوث نسى غير سرا كنا غير سرا لذلك ذي نفكا تفصيلا في حق المأموم سرا في الصلاة السرية ذا في حق المأموم في الجهر في حق المأموم في الجهر شو المقصود داي معناه في الصلاة الجهرية الإمام هو الذي يقرأ نكون نسمع مدي وضح دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نكون ديني آمين نقول آمين هذا أيضا مندوب وكذلك في حق الإمام في السر دون الجهر وهذا على المشهور في المذهب المالكي لذلك تلاحظون السادتي إلى وندا الإمام من يدي ولا الضالين ميم ديني آمين اعتمادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولذلك ماذا بك نقرا امين المدينه دينا نسى امين وثيكون كاين قرد امين قبل دين نسى امين ولكن المشهور عند المالكيه الامام في السر دون الجهر اثي ديني دون الجهر معنى في الصلاة أيضا دينا في البيت 125 عدا جهر الإمام أكيد دينا وقد ذكرنا ذلك قبل حين في البيت الأول الذي شرحناه اليوم اللي هو البيت 125 يناد عدا جهر الإمام في الشطر الثاني مع انتهى الإمام في الصلاة السرية ما يظل الصلاة السرية ركعة السرية دينا ديني آمين ولكن دي الصلاة الجهرية ذنكوني المأموم أدين أمين نسودي قرارا هذا على المشهور يعني في المذهب المالكي ولكن إذا قال هو أيضا آمين فلا حرج لأنه أولا هذا مندوب ثانيا أن هناك حديث أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب 3 قول المأموم أو قول المصلي ربنا ولك الحمد هذا أيضا مندوب في الرفع من الركوع أو عند الرفع من الركوع يون ما يدير في ذماني الركوع بالنسبة للمأموم نغ المنفرد إما المنفرد الفذ حينما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خاطر واحد سيك الظالة ولكن دغميلة المأموم الإمام ديني سمع الله لمن حمده نتديني ربنا لك الحمد نغ ربنا ولك الحمد نغ الصيغة ديالنا قبل حين الصيغ نتاع الحمد دون الإمام فلا يقول ربنا ولك الحمد ويصير 4 القنوت في الصبح سادتي موضوع القنوت أحيانا يثير أيضا إشكالات في بعض المساجد واش معنى الخير إذا كان عرفنا باللي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يناد إنما جعل الإمام ليؤتم به الإمام يخدم القنوت صلاة الصبح نخدم القنوت انت ديني سرا نكون ديني سرا هذا ثابت في حديث ابن عباس في أحاديث أخرى متى هذا الأمر ثابت الله يبارك إذن وصلت هذه الأحاديث إلى إمامنا الإمام مالك لذلك هذا في مذهبه مستقر أمر معروف وإذا ما قلناه عن السدل قبل حين ونعود إليه بعد حين
وهو معروف في قطرنا الجزائري وفي الأقطار التي ساد فيها المذهب المالكي، أو كان المذهب المالكي هو الغالب. نقوله أيضا عن القنوت، وليس هناك من ينكر القنوت. نفاثي داك باش ميدا نشفى نظل نزيث نتوالي الإمام نظل ميدي يوضر أدير الركعة الثانية سورة الفاتحة، بعدين يدير السورة النظم، بعد يسكت ونسأل اش يخدم الإمام. أبار بعد غدينا ثاني يخدم يقنت. وهناك من الأئمة اللي الله يبارك عندهم الفقه هكذا يكبرون قليلا، يعني يرفعون من أصواتهم قليلا باش يسمع المأموم، باش بلي راه يقنت، راه يدير الدعاء. وهذا دافع للمأموم الذي لا يعرف باش يعرف، يتعلم، يسأل، والسؤال مفتاح العلم. هكا الأئمة ديال ذاك شويه الصوفيس باش المأموم اللي ظلم فيرس تسقسينا سينا شو يخدم الإمام، هذا سينا غادي يسقسينا سينا يخدم القنوت، شو القنوت كذا كذا، غادي يروح يحفظ دغا ديقار في الظليث ثورة وايدين ديون دعاء القنوت ديقار. طبعا يعني أي دعاء، ولكن الدعاء كل يوم دايش يدين الدعاء يقسم. تفضلوا. اللهم الخير كله إلى آخره. وديني بارك الله فيك، وديني الدعاء. ولا نكفرك ونخنع ونخلع ونتركهم يكفرك. كملوا. كم نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك. ما شاء الله. إلى ذا الدعاء النظم: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. هذا أيضا ثابت. مع انتهى أما تصير الدعاء أما تصير وأيضا يوسع ديننا. شو يعني ثقة رحمة ربنا، ربي يسوسعها ولقاء الصديق. ثيس أربعة إذا ند القنوت يجوز بعد الرفع من الركوع، ويجوز بعد تمام القراءة من الركعة الثانية. هذا ما كان يعني قبل الركوع، وهذا أفضل عند المالكية. أتفهم. يعني الدعاء القنوتاي يخي في صلاة الصبح هكا، يا إما تخضمض مثل في ركعة في السنات، طبعا ذكر الفاتحة دون تصورت أدين الله أكبر أتركعذ سبحان ربي العظيم 3 مرات، بعدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ذاكي وقي قاس بعد الرفع من الركوع، ذاكي دغر الدعاء القنوت. لذلك هذه المذاهب النظام كما المذهب الشافعي مثلا أثي دقار ذاكي موضعه هنا، يعني بعد الرفع من الركوع، ويكون جهرا: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره، جهرا. نكون في المالكية يجوز باش أدغر دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع مثل الشافعية، ولكن الفرق نثني جهرا كل سرا، وكل هذا يجوز. أي غدنا كل هذا يجوز. كي الحال الزلط في الإمام يعمل بهذا عادي، ما لا تحزن يعني، لا تقلق. نعم نعم. هل يقنطون في صلاة الصبح أم في صلاة دون الصبح؟ يقنطون في صلاة الصبح، يقنطون في صلاة الوتر. عندنا واحد الباب إن شاء الله سنعود إلى التفاصيل، وتعرفوا مما الموقف أنت أبي حنيفة والشافعي، تعرفوا الخلاف القائم بينهما. إذن القنوت في الصبح يجوز بعد الرفع من الركوع، ويجوز قبل الركوع أي بعد تمام قراءة السورة من الركعة الثانية، وهو الأفضل. يعني ملمث كفيض القراءة
ذي ركعة في السنة ذي صلاة الصبح قبل أتركع أدغرض دعاء القنوت سرا، أي غض سرا، هذا على وجه الاستحباب. إذن يندب القنوت في الصبح ويستحب أن يقرأ سرا، أكي يكتمل يستحب سرا. وإذا قرأته جهرا إما نسيانا أو تعليما، ممكن تغرض للتعليم باش تستغرض وياض باش تتعوض باش تحفظا، هذا أمر أيضا يجوز. ولا شيء على تاركه سهوا أو عمدا، يعني تارك القنوت سهوا نسيانا أو عمدا لا شيء عليه. يعني مثلا لا يترتب عليه سجود السهو القبلي مثلا، أما يتسوث دعاء القنوت ما تصوت نغث عمضض باش وثيد قارضارة لا شيء عليك، ورسيضارة أشو كي الزمن إشبه ربك استقباليث يعني، ورسيضارة لا شو كي الزمن هذا. السؤال: من أدرك الركعة الثانية؟ إما يليون يشمد الجامع أدرك الإمام في الركعة الثانية. طبعا الإمام في الركعة الثانية في نهايتها يقنت، أدي يخدم القنوت. الشيني مادام كذا الإمام تخدم القنوت، مر يسلم الإمام باش تخدمه يخا تسكرض باش داوض الركعة نيكي روحا كيفاتني خاكا ذاكي ود تعاوض ظهر دعاء القنوت. هذا هو المقرر في الفقه المالكي. ولكن سبحان الله الفقهاء المالكية قال لك ولكن ما تعاوض صد لا حرج عليك. فقضي عليك، أعطيك الصحة، عملا برواية الحديث، بالرواية الحديثية اللي قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وثلاث رواية نظن وما فاتكم فأتموا. ثوقي ذا المندوب ويس 4 ثورة المندوب ويس 5 اتخاذ الرداء للصلاة. شو المعنى يس؟ المعنى يس سبحان الله نفثي ذيزيك لشيخنا أتفضي على القبر نوس نغي على قندور سبيسيالي الظليث. أما ذي الجامع ما ذو خامس تخصيص ثوب للصلاة سواء للإمام أو للمأموم، هذا على سبيل الندب. هذا كان مندوب باش تصوغ يعني كان قندور كذا يعني يظليه كان ولكن سمحتي هذا الأمر غير متاح لكل الناس. فريوني القضاء زمور ماشي هو قندور على قضية زمور من بعد مي وقت نظري في قاتيس لا نظام الصوت خدام شوفور كذا الى اخره لبسنا غادي لبسنا وخلاص. في كذا كيد المندوبات زمر دين الكماليات لي زوبسيون زياده ذايا كان عيردني غاولاكي اذا لاحظتم بعض الناس يفعلون ما استمعتم اليه لا تنكروا عليهم ذلك. ذايا كان كلشي ذا شو ذا غير حزنان المعارضه ياكي لوبوزيسيون ياكي سيكي يقلقن الغاشي لا يجوز مي زرد بالليل لا يلا هذا ما كان يلا يخدم يبغى يخدم. اين الاشكال؟ تبغى تخدم راه مندوب بارك الله فيك. بانه يوم القيامه سيشهد عليه. نعم. يرث كان يظلي اللبسان تظلي شفيغ فيزيك يمغارنا كيني
السيني ثمغارتيس فكيد اللبسان تزاليث نفكيد قندور نزاليث خاطر قندورني يجات زدي وريد دار كويس كوين يخدم كويس غادي السوق او فهمها افيج كان يزاليث لذلك ما دام الند قبل حين بلي المندوبه تاقي شو المندوبات الزياده في الحسنات الزياده في الحسنات فلما كنا نهضر في الوضوء ما يولي بغى ما يغلى الوضوء يستقبل القبله يسعى زياده الحسنات بارك الله فيك يسعى زياده الحسنات المعليش ولكن ما يغلى الوضوء الى غير القبله ولاش شو يخصن ولكن ما الا يستقبل القبله وهو يتوضا في غلوظ القبله يسعى زياده الاجر وكذلك بالنسبه للدعاء دعوا ربي عند في فاسدك دعوا ربي ولكن استقبال القبله افضل نعم بارك الله فيك نعم الأخذ بالمندوبات على غير علم له أجر لماذا؟ له أجر بارك الله فيك له أجر لأنه بتوفيق الله عز وجل إلا توفيقنا ربي سبحانه إلا توفيق ربي سبحانه عز وجل فإذن فهو مأجور التسبيح في الركوع والسجود في الركوع يقول المصلي سبحان ربي العظيم يعظم الله جل جلاله وفي السجود سبحان ربي الأعلى ولكن من غير تحديد ماشي شرط ثلاثة يزمر تخمضيوث يزمر سنة يزمر ثلاثة يزمر ربعة يزمر خمسة إما إلى الإمام كيف ثلاثة الإمام مازال دير فيه اش أخذ سبح نغدير الدعاء والدعاء ذي السجود ماشي ذي الركوع الدعاء ذي السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد كدير النبي عليه الصلاة والسلام من يقرب بنادم أكثر ربي سبحانه وتعالى ساجد لذلك يولهاغ باش نجتهد في الدعاء والسبعة السدل قلنا ذكرنا البيت معنى إرسال اليدين هذا في لجنبيه يعني هكذا في الفرض ويكره القبض في المالكية يكره القبض هذا في مشهور المذهب يعني المشهور في المذهب المالكي أن القبض مكروه لماذا؟ السادة الفقهاء فقهاء المالكية قال لك للتشبه بالاستناد كما كان يستند هذا قولهم وقولهم معتبر يضاف إلى ما قلته قبل حين في أمر السدل والقبض بلا ما نعاود غد يعني شو الدنيا قبل حين طيب سيدي وقد قلت لكم وإذا فعل المصلي يعني قبض تحصيلا للسنة يعني غير الحديث أراد أن يحققه عادي فهذا أمر مشروع وله أجر كلما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولكن ماشي يقبض على اعتقاد أن اللي يسدل صلاته باطلة وهذا الذي ننكر عليه الوقيد لأنه إلا قال ذي لي تقول لا غنغ نقول له النغ سيتادير المكرم وليد زالنا كاسيني واقي يظل بالسدل أسيعود ظل فيس وسيقبل ربي نغ العكس وين يخدم بالسدل هذه ولي وين يقبل سيني ماشي هكا لا هكا يجوز هكا يجوز هكا ليس شرطا ليس شرطا بارك الله فيك على السؤال لأنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدينا إنما جعل الإمام ليؤتم به للعلماء تفاصيل في الأمور الأساسية في كهني لازم نتمه مثلا لا نسلم حتى يسلم لا نكبر حتى يكبر لا نركع حتى يركع لا نسلم حتى يسلم نعم هذا هو باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا
ولكن ديال المسائل هذه ليس شرطا. حتى مثلا جلسه الاستراحه بالك انت يخدم ياسين كنت نخدمها عادي، ولكن الافضل تنخدم بين يخدم يسنسى، ولكن مستخدمها ليس شرطا. غادي نوض من بعد نقطه قد فيه تفاصيل نسعى المفاصل ادد نهضر في المساله وهي مهمه جدا. لذلك يعني خطر لانه ثاني اظن لوجود حرج. ممكن اللي راه يصلي هنا يشوف الامام واللي يصلي لهيه ولهيه واللي يصلي لهيه عنده ولا الامام ولا يظلم شي الظلم لا بالسد بالقبر. لذلك ما كان حتى حرج في هذا الامر. لا ننظر الامام كيف نشوفوا في المفاصل الكبرى للعباده للصلاه نتبعوه. اما ثقيل الامر السد والقبض الانسان يقبض ولو كان الامام سدل هذا يجوز، وممكن الامام قبض وانت تسدل هذا ايضا يجوز. السدل والسبعه والثمانيه التكبير، يعني متى حال الشروع في افعال الصلاه. يعني طبعا تكبيره الانتقال وقد نص عليها الامام مالك يعني في موطئه في الاحاديث النبويه الكثيره يعني ذكرها في موطئه. رقم 9 عقد الاصابع الثلاث. الاصابع الثلاث خاطر نقولوا هذه اصبع، لذلك قلت الثلاث ما قلتش ثلاثه. من اليد اليمنى في التشهد الوسطى والخنصر والبنصر، ولكن مع بسط السبابه والشاهده والابهام. هناك من الصحابه من يسمي هذه تقي السبابه تقي. هناك من الصحابه من السلف من يسمي هذه الشاهده، خطر السبابه تقلن عرفت ولا تقلن اكيد يخدم يقول ما يبغى يقل فايض اكيد يخدم بعيد الشر على كل حال. فاسر رورو نسر اكيد يعني ولكن اسمي تشهد نيس منس الشاهده. شوف الذوق الحذاقه الشاهده وثقي يعني مريقيميون التشهد اكل يخدم في كذاكي سلوك لي ثنت ثلاثه ياكي الوسطى هي كسنا ثاقي الخنصر والبنصر السبابه والابهام كاليد في هذه الوضعيه. وبعدين نروح للبوايض امشي نحرك هذه الشاهده. 19 تحريك هذه السبابه ولا الشاهده في التشهد، اما التحريك ينس يمينا وشمالا هذه مقبوله، او من السماء الى الارض صعودا ونزولا ثقيث جوز هذا ما كان. ومما يلي يخدم مساكة ايضا جائزه. هذه كلها وردت ايضا في الامر سعه اين وسعا وثن الصديقه اين وسعا وثن الصديقه هكا. 11 صفه الجلوس للتشهدين نغوى بين السجدتين. وإذا قيث مثلا بغي غادي ذكر مولا شغليف الشيخ ادي روح هذاك يخدم غادي كان في غيبيث يعني صفة الجلوس. ونهضر في الحالات المرضية يقول ما إلا يظن أكني قزمر يزمر خدميتي ذاك باش تولي مولا شغليف خدميتني نيثني داو يعني شرح ايوه اشبر بخير صار ذاك قبل باش كيدوالي قراك تقيم الثوره يا اخي تبسط اسميس فينا تظلمط ايوه تقيم الفلاس ايوه يعطيك الصحه. هذا شيخ جلسه غير مريحه. جاوبوا شيخ قال جلسه غير مريحه. بارك الله فيك يعني moi je trouve وكأدرنوغ فواليس محيي في كل ذي الصلاة ذي تاكي ذي الصلاة أندى ذي الحرمين الشريفين أندى يقوى الغاشي بزاف ذي الصلاة تراويح يقوى الغاشي ديال الجامع ذي صلاة الجمعة أثيك ولا أخوي العزيز أين دينا كاكي أثنتسا فيكو معناه يعطيك الصحة من تفكير الشيء. الشيخ هذا مرتبط حتى بالكاتب والكاتب في بعض الحالات يونان يستقبل يحكوا زميله ما يحكوا زميله اذا كان
ويزمر يخدم. ما يلحقنيش بهذه. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. أين دينا خويا حسن تجي فيزيائيا يعني ماديا والزميرة، لذلك لها سوبلاس، لها المرونة، وثلها أكثر الحذاقة. شنو معنى الحذاقة؟ كل ماشي ديال ولي كان يمانيس ذي ثغيبي ثقاو ادي يغلي في الله، ادي يغلي في الله، ما يهموش شات تفرض ضيقض مليح انت يغلي في الله او كان دياوي المندوبك. اي غير يا هكا اي غير. لماذا؟ لذلك يغدينا في الحذاقه. غاسة نسلسل الفقه ثاني الشيخ يفقنا غدامي زولك الله يبارك يلها هذا مندوب بين الهيئه اللي يخدم الشيخ في قال مندوب، ولكن ماشي واجبه. لذلك مثلا الجنيض اتضر مثنيه نغاث نتقلقض نغاث نترضقي الوسوسه كني وخدمها. بارك الله فيك. وغاس يشد المخرج ما يعطيك الصحه، يعني دفع المضرة، درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. السبعة اللذان يا أخي الناس بيقولوا اللي يخدم كاثيك وليون اللي يخدم كاثيك سيدي يخدم ذا يا خاك ذا قيت الصبح من بعدين يتكلم كاسي ذاك الروح يعني يدا بكات خشعض ونتساي كوانسيك سورتو ما يتغاد السياوسية نغدي الجمعة نغدي الطراويح يقوى الغاشي مشيت خشعاضة مشيت ترجو كان من مريض سلم الشيخ باش ترولض سي الصف. لا إلى كل ما لذلك الذي الشريعة مقارن المقاصد، مقاصد النصوص، مقاصد النصوص أي ديوين كثلويث ديوين لهنا ديوين ليسر يلها ليسر أكون يفكر ربي السر ذي السر. في 12 تمكين اليدين من الركبتين في الركوع. نا الشيخ غلط مرة أخرى هذه كان خدمي سيد كان أتفضكني معليش كان سكر قالك مازال الشيخ يرى مزيض صافي تمكين الركوع. بارك الله فيك. ولا كم دير هكا خدمت تتسكع هذا لكن عرض الركبه هذا الركبه ممتاز صحيت. بارك الله فيك ما شاء الله. قراءة في 13 قراءة المأموم في الصلاة السرية، يعني الصلاة السرية ما دي غير الشيخ انت يقارب يمكن هذا الغر على الصلاة السرية، ولا يقرأ مع الإمام في الجهرية الصلاة السرية أدي غر لا يسمع الإمام، ولكن للصلاة الجهرية المطلوب هو الاستماع والإنصات. هكا إذا قد نسمع. في 14 وضع اليدين عند السجود، عند السجود صرت فاسني. في 15 رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا من الندب إما إلى المنكبين إلى الصدر مثلا من يفذف كان كي هكذا هذا يجزي ناضيك الله أكبر في المدكي. في 16 تطويل الصورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر، وقد أشرنا في متن ابن عاشر إلى هذا الأمر، وهذا أمر مندوب. يعني ذي الركعة ثم زوارث ركعة في السناث ذي الصبح إلى أديغر الشيخ طاس يطول، لذلك من سوالي الشيخ في الظليث من الصبح طويلا وحني أوكي أمر مندوب ذين الهام. وإلا قال سنيني الشيخ الجامع ظل كان يقول هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر، لا إزمة ديغر 15 آية، إزمة 20 آية، إزمة ديغر المرسلات، إزمة ديغر هاث بالك نصف سورة الكهف، يعني كل هذا يجوز يعني ومندوب. ذي صلاة الصبح أو ذي الظلث من الطهور، طبعا ذي ركعة ثم ركعة في السنات،
لذلك هذا التوالي ونتوالي الأئمة يسطويلن ذي الطهور وسطويلنا ذي الظليث العصر قرن كانت صورتين مشطاح، ولكن ذي الطهور سطويلا ماشي أم الصباح ولكن سطويلا. إذا غينا توسطهما في صلاة في الأوليين من صلاة العشاء، الأوليين معنى الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء تلمست ودي قارثي صورتين تيم قرانين ودي قارثي مشطاح يقارثي الماسين وقي ذي صلاة للعشاء ما إلا تظليث من العصر أكذ المغرب تقصير قصر القراءة في صلاتي العصر والمغرب يظلث العصر والمغرب. أما ذلك الإمام نغوين الظلم وحده سادي غير كان تي صورتين تي مشطاح ما ماشي تي صورتين تي مشطاح يروح على المقرانين أدي غير الشوط كان ذي صورتين في مقرانين ونغد وقي وكنوا السلام وقي مندوب. والإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله في موطئه في الحديث 168 وما بعده يبي ياخذ الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اغدي فقن الاسلام معنى ابن عاشر يبي في ذلمة وين يبغان الادله غادي يروح الموطأ اثنياف ذي الحديث 168 روح رزدات 168 169 رزدات وياكل الاحاديث يعني ويسند الامام مالك في موطئه في النقطه ياكي. ولكن غيبي ياخذ الامام مالك الموطأ الا وند النبي عليه الصلاه والسلام يخولف تمثال تاكي يعني إلا واندا يسوغزيف أن ديلق هذه السوزل إلا واندا يسوزل أن ديلق هذه السوغزيف أي غرض رفع عن الحرج وقي يجوز ولكن هذا مندوب. أما ذا بك يون هذه قدر في مسألة جدا لنا ما إلا يضرايس أتفض يبغى هذه طول ذي الظليث العصر باش يفك فرصه يشمل الغاشي الحق نتا الظليث نغادي هذه طول ذي الظليث المغرب ولا مثلا الغاشي تدا يكفور وكذا تملحق الغاشي ناخذ المناسبه انا كذا الى اخره يزرب به الغاشي اذا تسال الوضوء تملحق ممكن يطول هذه طول ذي الظليث المغرب ان ديلق ويستطول لنا افضل ويستطول لنا اي غير باش يديك فرصه لعدد اكبر من المصلين باش يلتحقوا باش الكثرة يمزوا لا غادي حقا تظلل صلاة الجماعة. وذا كيما كدني غير فقه الإمام وعلماؤنا كثيرا ما تحدثوا بواحد العبارة من فقه الإمام من فقه الإمام لقد يسنتي مسألة قاعدين يحذق سمحت لي مثلا ذي التكبير ما ذكر الإمام سي السجود باش ذكر مباشرة ذيك من الركعة ثايض لأن إما ديني الله أكبر يكر لأن وياض الله أكبر يا حسرة نفسنا الجامعة دي جاي بوض نسمى زي توكسا وهذا مش خاطر نكون شغل ريفلكس اوتوماتيك معناتها نسلا كان الإمام يفكر الفو فير أرثن كان يكر يا ديني الله أكبر أي غادينا كان صافي يخص الفقه الله أكبر الله أكبر مباشرة باش أيغر ومثل سيكر يعني بعد ما ينفصل يعني قرويس يعني في القاعة ديال الله أكبر يبدا غير زوير أيغر باش غيفك فرصة نطبق الحديث النبوي السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به من فقه الإمام. في 16 أكاين هذا مكان ثورة يقيمد نهضر كم سنة يغدو قران في 17 في 18 في 17 تقصير صورة الركعة الثانية عن الأولى من كل الصلوات أو يجوز نقول في كل الصلوات. شو المعنى الركعة في السناث إلى الإمام نغ المأموم أدي غير كان الشويط يعني مزيثة في مزواروث ذي ركعة مزورث مثلا
أديغر 7 الآيات ذي السنات ودي قرار 14 إلا قد يغر 7 غقل 6 5 هذه الصمزي إلا قد ركعة ثم زواروث أتسيلي غزيفث مقرث أكثر من ركعة في السنات ذي القراءة سورة الفاتحة غادي ننساف ذا نغدا ولكن في صورتنا ديغر أما ذا بك ذي في السنات ودي قرارة أكثر من تمزواروث وما إلا يغراد أيضا فلا حرج أو ثكوال أدغرض في سورة ذي الركعة الأولى 7 الآيات ذي الركعة الثانية تفغض المعنى يكتمل مثلا تروح الآيات أن تفغض المعنى يكتمل أما قالك مع مثلا ثم شاوت سيدنا يونس سيدنا صالح سيدنا يعقوب سيدنا موسى أتفغض تكمل المعاني كم ليثنت لا حرج في كل المندوبات في 18 تنقروث تقديم اليدين قبل الركبتين عند النزول إلى السجود يعني يون مار يروح هذه السجد ذي فسني ساري الزور القاعة ماشي ذي الركبتين ماشي تقشرر ينس وتأخيرهما عن الركبتين عن ركبتيه عند القيام إذا تقديم اليدين قبل الركبتين على الركبتين عند السجود عند النزول إلى السجود تأخير يعني اليدين عن ركبتيه عند القيام ما يسجد بنادم إلا قد يزوير سيفاسنيس ما ذكر هذه فد ذي فاسنيس ذي نقورا الركبتين سار ذكر واجي أكثر تحقيقا للتوازن ليكيليبرم بنادم أكني إسيلها وفي غادي كار الشيخ الأخ نور الدين رقاش يخدم يعني ما إلا تسجدض ذي فاسنيك ذي مزور غاس تسجدض ما عادش تسجدض الجهة معليش يفس أيوة بعد الركبتين تيشرر يفسر بعد تيشرر إما ديكر تيشرر تمزورة أيوة أي بارك الله فيك وإذا ثنكرا يا إما تذكر ذاك لو قاعد يخدمناك ويخدمك خاطرها إيه لو إلا كوزمي غير يتقرا هذاك هذا الشيء هذا ستو قاعد يخدم لنا إيه أكيد الزمر إذا كل تاكاس كل هذه جائزة ولكن تجي تحقيقا للتوازن وما تخدمض العكس أيضا يجوز في كواتير ذي الصف ويوعر لو كانت تزور صفة سنيك بالك تدي زيكيليبر وياض أيضا دوالا مرة أخرى لحداقا غلا ولا قال هذه ليغويزم الأنانية أي ليغويزم كي قالوا دعوة على بالك أنت قالوا دعوة أي غير ديال الطواف يضرب خسار لماذا؟ هو كي قال له عايشين كذا والله حجر الأسود كوت كي كوت إلا قطوط نغلا ما يهموش ذا مغارت مطوط من الزبقر والله والو يكون قال كذا توضخ في وضع الأنانية من بعد هذه يخدم الطواف كواس يجهد وقت العمره سولتو مثلا السياده كان في يوم الترويه الحصول سندويض هذيك الشمن سلع يعني الى الحرج يرد مولي حد القناه يبغى يخدم طواف زياده هذا وقت اللي بعد الظهر يطيجي قوى يروح يخدم طواف نغيمرنا يخدم طواف في الوقت فمض ذي من كل عيب ذي الروضه الشريفه يمكن يوضر ذي بدر الروضه الشريفه سوتو بليف يغار الحديث نغص فهم الناس ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذه كومبيزين رسو فاتت سو بوليس دي صغارة شنو تاخذ شغل الجنة ثم كي فاصل الجنة نسى ماشي هكا ثورة ميلا هكا وفي بضارة اسميس أجل الجامعة اسميس الروضة في بضارة بارك الله فيك يا أخويا الحاج طيب ما إلا نكون نبض يصوض الحال الحمد لله يصوض ربي نبض أغي يعجب الحال نصوض ركعتين إلا ما نفغ لاجر إلا قنفغ ركعتين كان نفغ نجم كاني وياه
إما إلا يشمد الأنانية ياكي ليغويزم كاسيني هنا ذاك يرنا من كيف تظليت وهذه ظل 4 و6 و8 و10 يزدوبلي من بعد مي كفا اش راه يخدم اذيرنو اذي يخدم الدعاء واذيرنو ذي القران الكريم اتساقي اذ المندوبان قالوا جاء ثلويث ارث ميليث والسلام عليكم ورحمه الله.